يا ترى هل فعلا المرشد الأعلى لإيران علي خامنئي تطاول على الصحابة؟ ولا الكلام ده مجرد إشاعات معمولة عشان تزود الفرقة بين المسلمين؟ الموضوع مش بسيط. في ناس بتقول إن خامنئي سب الصحابة علنا، وفي ناس تانية بتقول لأ، الراجل بيقول مفيش داعي نسب حد. بس الحقيقة، فين الحقيقة؟ لما نرجع للخطابات الدينية والمراجع الشيعية الإيرانية هنلاقي إن في كلام كتير بيتقال عن الصحابة الكبار زي أبو بكر وعمر وعثمان، كلام ممكن ناس كتير تعتبره تطاول حتى لو ما اتقالش صريحا في خطب الجمعة. طيب السؤال المهم، ليه السكوت عن الإساءات دي؟ وليه مفيش موقف واضح ضد اللي بيشتموا الصحابة علني في قنوات إيرانية شيعية زي فدك وغيرها؟ انت شايف ايه؟ هل إيران بجد بتهاجم الصحابة؟ ولا الموضوع ليه أبعاد سياسية أكبر من كده؟ قبل ما تحكم، اسمع، فكر وافهم، واكتب لي رأيك في الكومنتات بصراحة.